الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم في قناة كل يوم بداية جديدة. النهاردة معايا فيديو جميل جدا وعندي ضيفة حبيبتي جدا. هي قناة اسهل وصفات الطبخ، ومعايا ام جوزيف، وجت نورتني النهاردة هي وولادها ما شاء الله عليهم. وقاعدة جميلة جدا 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 وما يتشبعش منها خالص. وطبعا القناة بتاعتها قناة جميلة ولازم تدخلوها ان شاء الله وتشوفوا المحتوى بتاعها حلو جدا. وانتوا عارفين انا ما بتكلمش على اي محتوى، لازم يكون محتوى كويس ومفيد، وصدقوني مش هتندموا ان شاء الله. فهنشوف النهارده هنعمل فيديو تعاون مع بعض، ويا رب الفيديو يعجبكم. اتفضلوا معانا نشوف الفيديو. انا معاكي يا حبيبه قلبي بجد، ربنا يخليكي على المقابله الجميله ديت بجد. انا لا ما تقوليش كده، انت اختي وحبيبتي والله. والله احنا جينا على سهوه كده، احلى مقابله واحلى ترحاب بجد بامانه، مش عارفه اقول لها ايه، ولا فروحه زي القمر، ربنا يخليها ويحميها يا رب. هي انسانه محترمه بجد، انت حضرتك اخلاق يعني. تسلمي تسلمي، ده انتوا نورتوني النهارده والله العظيم. ربنا يخليكي يا رب. والله ده احنا بنتعب جدا والله في القنوات، يعني انتوا تابعونا مش هتندموا ابدا. هنخش بقى في محتوى الفيديو بتاعنا. والنهارده ام جوزيف عايزه اجابات عن بعض التساؤلات اللي بتيجي عن اليوتيوب وعن القنوات، فهنشوف مع بعض دلوقتي الحوار بتاعنا هيكون ازاي. وايه هي حقوق الطبع والنشر عشان الناس تفهم؟ حقوق الطبع والنشر ان كل اغنيه او موسيقى او جزء من فيلم او مسلسل بيبقى متسجل بحاجه اسمها حقوق طبع ونشر، ان هو ما ينفعش ان اي حد يسرقه ويحطه على اليوتيوب. اليوتيوب بقى بيشوف لو في حاجه زي دي اتحطت مش بيوقف القناه، بيديكي مخالفه، يعني بيديكي بتبقى مخالفه. كم مره المخالفات دي؟ لا مش عارفه بصراحه كم مره. هو انا في ناس كانت بتقول 3، في ناس كانت بتقول 4، فحضرتك مش عارفه. الحمد لله يعني ما جاليش ولا مخالفه. هي بس في مره انا نزلت فيديو كان جزء مشهد من مسلسل كأنه امبارح، نزلت مشهد مش عارفه كام دقيقه كده، بعدها باسبوع تقريبا اليوتيوب بعت لي رساله ان هو عمل بلوك للفيديو، لكن ما ادانيش مخالفه. فانا من اليوم ده طبعا بطلت ان انا اعمل اي حاجه. يعني يا حبايب قلبي تخلوا بالكم، مدام حسناء بتقول لكم بلاش الحاجه اللي مش بتاعتنا، دايما بالزبط. تكون المحتوى انت تعبانه عليه، محتوى ان شاء الله لو هتقدمي روتينك انت في البيت، ما تروحيش تاخدي اي فيديو من مسلسل او من اي قناه تانية تقولي ده جاب نسبه مشاهده لما احطه عندي عشان تجيلي نسبه المشاهده. لا ممنوع، ده غلط جدا، غلط على قناتك. انت فرحانه بيه يبقى انت عايزه تعملي كده اعملي كده، بس انت لا قناتك هتكبر ولا هيجيلك ارباح من قناتك لو كنت بتدوري على الربح. لكن في بعض الناس بتفتح قنوات او بتعمل ايميل وتفتح قناه تحط فيديو افلام، تحط مسلسلات، دي عمرها ما هيجيلها ربح. طب ايه تاني يقدروا يستفادوا منه في محتوى القناه غير الروتين؟ بيعملوا طبخه الكلام ده الناس بصوا عايزه اقول لكم حاجه. يعني انا بالنسبه لخبرتي انا في قناتي، اغلب الفيديوهات اللي كانت بتجيب عندي مشاهدات عاليه، لو انتوا بتدوروا فعلا على المشاهدات، فيديوهات المشتريات، تمام، فيديوهات الناس كتير قوي بتحبها، فيديوهات الروتين، فيديوهات التنظيم، أيوة تنظيم ادراج، تنظيم دواليب، تنظيم مطبخ، تنظيم تربو، اي حاجه مقفوله. يعني انا بقول الكلام ده لاي واحده صاحبه قناه، اي حاجه مقفوله عندك في البيت الناس عندها فضول ان هي تشوف حاجتك شكلها ايه. هي الناس بتحب تشوف الحاجه اللي عندك، لو بياخدوا فكره برضو وبينظموا. يعني انا عندي ناس كتير بتبعت لي بتقول لي احنا بنستفيد جدا من طريقه تنظيمك لحاجتك. انا يعني واحده بتقول لي انا باخد منك طاقه وبقعد انظم وبحب اشوف طريقتك في تنظيم الادراج. لو بيريحك انت كمان فيما بعد التنظيم ده في بيتك، بتستخدمي الحاجه بسهوله، تبقي عارفه تحطي ايدك، بتبقي عارفه الحاجه اللي انت حاطه ايدك عليها دي فين. يعني مثلا لو يعني ابسط مثال، لو بتنظمي تربو البصل والثوم، لو حطيتي البصل الصغير في ناحيه والبصل الكبير في ناحيه، هتحطي ايدك من غير ما تبصي، هتاخدي البصلايه اللي انت عايزاها. عايزه واحده صغيره طبخه معينه عايزه. طب راي حضرتك يعملوا ايه تاني في محتوى القناه؟ ما هو كل واحد على حسب بقى اهتمامه. يعني في ناس لو في في فلوجات مثلا لو في فلوجات مثلا برضو بتجيب مشاهدات كتير جدا، بيحبوا يشوفوا انت رحتي فين، كلتي فين، عملتي ايه، اشتريتي ايه، قابلتي مين. حتى لو كان فلوج صغير، حتى لو كان خروجه بسيطه هتقابلي حد من قرايبك، مش شرط يكون يوتيوبر او يكون، فبرضو ده بيبقى حلو قوي. عايزين كمان الناس اللي مش مشتركه
عندي او عند ام جوزيف، يعني اي حد عندي ومش موجود عند ام جوزيف وشافنا دلوقتي يا ريت تروحوا تشتركوا عندها، لان انتوا بجد هتستفيدوا كتير. وفعلا اتشرفت بيكي وفعلا عن قرب غير يعني. خليكي والله انت احلى وانت اجمل في كل حاجه. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو بتاعنا تعملوا لنا لايك وشير عشان كل الناس اصحاب القنوات تستفيد، وما تنسوش تسيبوا لنا كومنت حلو، سواء عندي اسهل وصفات الطبخ، عايزه هجوم على الاشتراكات هناك. ويلا بينا اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.